بسم الله. وأول حاجة أحب أبدأ بيها الصلاة على سيدنا محمد. وما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب واشتركوا في القناة. ويلا فعلوا رمز الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وعيلتنا تكبر معاكم. وما تنسوش رأيكم في الكومنتات. يعني ايه يا ماما؟ يعني خلاص بابا راجع من بره وهيعيش معانا على طول؟ اه يا محمود، بابا خلاص ناوي ينزل ويقعد معانا على طول. بس انا ليه يا حبيبي حاساك مش مبسوط؟ عادي يا ماما، مش فارقة كتير. يعني ايه يا محمود مش فارقة؟ ماما، ما تزعليش من محمود. احنا بصراحة مش فارق معانا وجود بابا، يكون معانا او بعيد، مش فارق. احنا اتعودنا خلاص على الوضع ده من زمان. بصراحة يا ماما، بابا ما كان بيجي مرة في السنة كنت بحس ان انا مش طبيعية ومش عارفة اتعامل معاه براحتي. اصلا انا يا ماما عمري ما حسيت بحنان الاب. كل اللي اعرفه عن بابا انه بيصرف علينا كويس وجاب لنا البيت الكبير اللي احنا عايشين عليه ده. بس كده، اكتر من كده انا معرفوش. ساعتها ما عرفتش ارد عليها واقول لها ايه. كل كلامها كنت حاسه بيه، وياما اتكلمت مع سامح عليه، بس للاسف مفيش فايده. بس كان املي اما سامح يرجع ويعيش معانا يختلف الوضع، ويقدر يقرب الولاد ليه ويحبهم ويحس بيهم. مالك يا سامح؟ حساك متغير من ساعه ما رجعت. بقالك اكتر من شهرين وحساك كانك ضيف في البيت ده. كل شويه بتيجي وتمشي، لكن وصلت انك تبات بره البيت؟ ده اللي ما ينفعش. انا عايزه اعرف انت بتروح فين، فهمني. بص يا رؤى، انا كنت محتاج اقعد اتكلم معاكي شويه انت والولاد. رؤى، انا بصراحه من ساعه ما رجعت كنت محتاجه اتكلم معاكي واقولك على حاجه، بس مستني الولاد يوصلوا من بره. خير يا سامح؟ في ايه؟ خير يا بابا؟ في ايه؟ بصراحه انا متجوز وبقالي اكتر من 7 سنين، ومراتي رجعت معايا اما قررت ان انا ارجع، وقلت لازم تعرفوا. ايه؟ يعني ايه يا بابا؟ ازاي يعني؟ مش فاهمه. اه، وبعد ما حضرتك بقى بلغتنا، المطلوب مننا ايه بقى يا بابا ان شاء الله؟ رؤى، في ايه؟ انت بترديش عليا ليه؟ رايك ايه في الموضوع ده؟ يا ترى رد فعل رؤى هيبقى ايه على الكلام اللي سامح قاله؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثالث والاخير. استنونا.